السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. اول ما تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه فعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. هو الاكل مزاج طبعا، بس انا ضد تماما اللحمه البارده، ما بعرفش اكلها تماما. فهعمل لكم النهارده اللحمه البارده بالخطوات اللي انتوا هتشوفوها دي. بس لو حابين بقى ان هي زي كده ما بتحبهاش لحمه بارده، هقول لكم بالظبط تعملوا ايه. بسم الله ونبتدي. ايا كان حجم العرق اللي معاكم، على فكره دي موزه، انا برضو عملتها زي العرق، لكن هو الطبيعي ان هو بيبقى عرق فليتو. طبيعي ان يبقى فيه دبارة، انا عملتها بخيط عادي خالص اللي متاح عندكم موجود. بس بنلفها كويس جدا جدا، طول وعرض وفوق وتحت كده وبالجناب، لازم كويس ونربطها كويس قوي. تمام. دي اهم حاجة فيها الربطة يا جماعة، هي اللي هتطلع لكم شكل القطعة حلو. فكل ما هتربطوا كويس وهتشدوا قوي، الفرق هيفرق معاكم جدا في الشكل بعد كده. هبتدي بقى اعمل فتحات بالسكينة كده علشان ابتدي احط التتبيلة. انا بقى لا بحب توم ولا بحب الحاجات دي خالص صراحة. فانا بعمل ايه؟ ده شوية من مية البصل، حوالي عصير بصلتين، وحطيت عليها ربع كوباية من الخل، وعصير من الليمون، وحوالي معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. هنحط ملح وحبات كمان في التتبيلة، لانها هتاخد كمية سوا هتسويها لا محال بإذن الله. طيب، نبدأ بقى ايه؟ نشربها كده في التتبيلة. ولو قدرنا كل ما نفتح التلاجة، انا حبيتها ليلة في التتبيلة، كل ما نفتح التلاجة نقلبها على اتجاه يبقى تمام جدا. هجيب بقى الطاسة بتاعتي او الصينية، وهدي اللحمة بتاعتي دي صدمة محترمة. انا عايزة صدمة من جميع الاتجاهات، حتى يمين وشمال. تاخد الصدمة بتاعتها في حتة سمنة كده مع شوية زيت، او حتة زبدة مع زيت، او زيت بس زي ما انتم عايزين. بصوا شايفين الشكل؟ عايزة اقول لكم ان الريحة كانت روعة جدا. طيب، هو المفترض الطبيعي اني انا الفه في ورق زبده وبعد كده ورق فويل. انا ما عنديش ورق زبده، برضو جبت الكيس الحراري بتاعي وحطيت فيه قطعه اللحمه، وبعد كده ابتديت بالفويل برضو لفيتها كده وابتديت اضغط. اضغطوا على قد ما تقدروا، الضغط يا جماعه هيطلع لكم شكل اللحمه هايل. تمام. ربطتها كويس جدا. المفترض الطبيعي انها كانت هتدخل الفرن على درجة حرارة 200، 10 دقايق مثلا، وبعد كده نبتدي بقى نخلي النار على اقل من المتوسط، يعني 170 150، ونسيبها 4 6 ساعات. لا، انا بقى عملتها على البوتاجاز. لا يمكن اشغل الفرن في الجو اللي احنا فيه ده المدة دي كلها. المهم، وبرضه في نفس الوقت ما استهلكش الفرن بتاعي كتير، او حتى لو الفرن بتاعنا فيه بأنبوبة برضه هتستهلك أنبوبة كتير. جبت بقى مية وغليتها، وبعد كده نزلت اللحمة وهديت النار اقل من تهدئة الرز. معرفناش نهديها اقل من تهدئة الرز، نحط شياطة. سبتها بالظبط 4 ساعات على النار، طلعتها سبتها تبرد، وسبتها ليلة كاملة في التلاجة. تمام. هبتدي بقى افك الخيط اللي محطوط على قطعة اللحمة دي، هخرج كل الخيوط واتأكد فعلا ان مفيهاش ولا قطعة خيط. وابتدي بقى كده بالمقص بالسكينه، اي حاجه توفر لي الموضوع اللي هو ان انا اقدر اخرج الخيط بتاعي. طبعا مش عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها عامله ايه. لحد هنا كده دي تمشي معانا لحمه بارده، هي دي الطريقه كده تمام جدا. وعلى فكره هتشوفوها دلوقتي وانا بقطعها ان فعلا الشكل من جوه والتسويه وكل حاجه ودايبه دوب. يعني انا دايما من انصار التسوية على البوتاجاز عن الفرن. مش عارفة يعني، هي راحة. بس حقيقي بجد تسوية البوتاجاز مادام انا عاملاها زي الشعلة كده بسيطة خالص، بتطلع لي لحمة من جوه. هوريكم دلوقتي. بصوا شايفين الشكل عامل ازاي، بامبا ازاي، اللي هي المفروض انها دي شغلانة الفرن. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بنقطعها بقى طرنشات كده، حوالي لا رفيعة ولا تخينة طبعا. بنحاول نظبط السمك بتاعنا على قد ما بنقدر، وبتترص في اي سيرفيس وخلاص. تمام كده معانا على السفرة زي الفل، او في سندوتشات براحتكم بقى. خلاص كده، هي كده مهمة اللحمة الباردة معانا كده انتهت تماما، مش محتاجين اي حاجة ليها. لكن انا طبعا هيبين طبعا ان هي موزة، واضح خالص. لكن انا بقى في الوقت ده هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي اعمل الصوص بتاعنا عشان احولها للحمة مش باردة، بس بصوص رائع جدا جدا جدا. وهديكوا كل الاختيارات فيه. اولا هجيب بصله واقطعها مكعبات صغيره، وهبتدي اشوحها على البوتاجاز مكان الطاسه اللي انا شوحت فيها او اديت فيها صدمه امبارح للحمه. تمام.
طبعا انا بحب البصل الابيض عن البصل الاحمر في الحالات اللي زي دي، علشان بيبقى شخصيته قويه كده، ما بيتبلش معانا بسرعه، بيدي طعم كده، بيبقى ليه نكهه زهره، ما بيديش التسكيره اللي بيديها البصل الاحمر. ولكن طبعا ليكم مطلق الحريه. انا مش عايزاها تاخد لون ولا ما تاخدش لون، يعني تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، مطرح اللحمه مديه لون لكن هي لسه محافظه على لونها الابيض ودبلت معانا. تمام. هبتدي بقى انزل بمعلقه من الدقيق كبيره كده حلوه، اشوحها كويس قوي. وبعد ما تتشوح ويبتدي الدقيق ريحته تظهر كده ان هي بتختفي خلاص ويبتدي تمام كده، على طول اروح نازله ب معاكم بقى من كوبايتين ل3 شوربه على ميه، شوربه بس، شوربه ميه بس براحتكم. تمام. طيب، عايزينها نعملها بالكريمه برضو نفس الموضوع، هنزل بالدقيق بس هنزل بالكريمه واللبن مع بعض، وابتدي اشوحهم مع بعض كويس جدا وانزلهم. خلاص خدت الخطوه بتاعتي، ابتديت نزلت الشوربه بتاعتي والميه، هبتدي انزل اللحمه بتاعتنا. طبعا هي واخده غلوه محترمه كده، وبعد كده هننزل اللحمه يا دوبك دقيقتين 3 لان اللحمه مستويه فمش عايزينها تتهري مننا. هنبدا بقى نظبط الملح والفلفل، مش عايزين نحط اي حاجه تضيع طعم اللحم، احنا عايزين نحس بطعم اللحمه الحلو اللي واخد التتبيله الحلوه. تمام. خلاص كله اتشوح مع بعض وشربت الصوص وابتدى يتقل معايا. طبعا انا دي بضيفه عشان يدي سمك الى حد ما للصوص. هحطها بقى، بصوا شايفين الجمال، بصوا دايبه دوب يا جماعه حرفيا حقيقي. طبعا انا شغاله اصلا اكل بيتي، فدايما بصور لكم الاكل ده افكار للي عايز يعمل المشروع. اشوفكم في فيديو تاني.